ايوا الا بغيتي حبابك يرضاو عليك حضري ليهم هاد الطويجين، مزيج ما بين الحلو والمالح، كيجي رائع. انا متاكده بزاف منكم عمرو ما ذاق بحال هاد الطواجن هادو، راه كيجي مختلف تماما على الطواجن العاديين. تبارك الله ما شاء الله. غير تبعي معايا الفيديو باش يجيك ناجح 100% وما تشيط فيه حتى حاجه. بسم الله على بركه الله. انا هنا غادي نديرو على الفاخر. الا ما بغيتوش ديروا على الفاخر ديروا شي حاجه ثقيله فوق البوطه عاد باش تحطوا الطاجين باش كيطيب على خاطره. المهم خديت الطاجين وضعت فيه نص كاس ديال الزيت. ديروا الزيت على حسب اللحم اللي عندكم، واش فيه الشحمه بزاف او لا فيه غير الهبره. الا كانت الشحمه بزاف ما تكثروش الزيت، والا ما كانتش عاوتاني الشحمه خاصكم تزعموا شويه الزيت باش يجي الطاجين معلق. صافي انا هنايا استعملت الملج. غادي نضيف عليه بصله صغيره مشلضه، شويه ديال الحامض مصير، وواحد جوج فصوص كبار ديال الثومه. المهم هادو هما المكونات اللي تنحتاج انا. بالنسبه للقزبر او المعدوس ما تنضيفوه حتى من بعد، ما تنضيفوش دابا. غادي نضيف الملح حسب الذوق، شويه ديال البزار او الفلفل الاسود كيف ما كتشوفوا معايا، الخرقوم البلدي او الكركم. كندير تقريبا واحد المعلقه صغيره من كل حاجه، سكينجبير او الزنجبيل. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه من العطريه ديال اللحم، هذه كنجيبها من المغرب، يعني كتقولي لي دير لي العطريه ديال اللحم كيصايبها ليك. كنجيب ديال الدجاج وديال اللحم كل وحده بوحدها. وكنضيف كذلك شويه ديال القعقله وبسيبيسان، ما كيخطاونيش، يعني كيجيبوا الطياب رائع. لا بالنسبه للطواجن ولا الدجاج محمر ولا اي نوع ديال الطبخ المغربي كتجيبوا هاد القعقله وبسيبيسه بنين بزاف. المهم كنسد عليه وكنخليه يتقلى شويه. كنعاود نقلبوا على داك الوجه اللي درت فيه العطريه باش ديك العطريه كتبقى هكذا في الطاجين، يعني كتندمج مع ديك لاصوص. عاد كنقلب اللحم على داك الوجه اللي ما قيساش العطريه عليه علاش كيطيب، يعني كيبقى هكذاك صافي. وكنعاود نضيف بصله. بغيتو تخليوه الا بان لكم اللحم ديالكم قاصح وبغيتو تخليوه يطيب شويه خليوه يطيب عاد باش تضيفوا البصله ومطيشه باش ما تمحاش لكم نقولوا طيب بزاف وما تبقاش تبان كاع. فهمتوا؟ انا هنا عندي اللحم عارفه طيب بسرعه كيطيب، فدرت البصله وعاود ضفت عليها مطيشه وضفت شويه المعدنوس وشويه الملح. صافي غادي نسد عليها حتى كنشوفوا صافي دخلوا الطياب. مره كنحرك بواحد المشوات هكذا من الاسفل ديال اللحم باش ما كيلصقش ليا ضروري. من بعد ما تتاكدوا ان اللحم صافي طاب كنضيفوا هنايا العنب المجفف او الزبيب، من بعد ما كنكون رقدته واحد نص ساعه من قبل في الماء. وكنضيفوا هكذا بلا ما كنطيبوه. كنزيد نضيف واحد جوج ديال الزهره ديال الباديان او نجيمه ولا كل واحد شنو كيسميها. وكنضيف واحد طريف ديال الحامض مصير. هذيك الباديانه راه كتعطي واحد النسمه زوينه في الطاجين. تقدروا تضيفوا القرفه عواد. انا هنايا درتها قرفه بودر كيف ما كتشوفوا. كنرش بها داك الزبيب وكنعسلو. من بعد ما كيطيب من طبيعه الحال هنايا راني سديت الطاجين حتى طاب الزبيب، عاود حليته باش نعسلو. وكنضيف زوج ديال المعالق ديال العسل اللي تقدروا تعوضوه بالسكر ثاني. ومن الاحسن يكون العسل لان السكر الا درتوه على الزبيب نيشان وطفيتو على الطاجين وبقى حتى برد بحال الزبيب كيبدا يقساح هكذا. من الاحسن الا درتو العسل. وفي الاخير غادي نضيف الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيفو غير في الجوانب وغادي نضغط عليه باش يتشرب هذيك الزيت وهذاك المرق ديال الطاجين وحتى الزيتون حتى هو يجيكم بنين. واحد السؤال غتقدروا تعطيوه ليا في التعاليق هو واش ضفت الماء في الطاجين؟ لا ما ضفت حتى شي قطره ديال الماء لانني درتو على الفخر كيف ما قلت لكم طاب بالمهل. وديك البصله ومطيشات القلمه ديالهم على خاطرهم طاب، يعني اللحم طاب غير في هذاك المرق ديال اللي تلقات البصله ومطيشه. الا درتوها البنات على البوطه او بان لكم اللحم قاصح ما تيطيبش بسرعه ضروري انكم تضيفوا شويه ديال الماء باش كيطيب لكم اللحم. بالنسبه لي انا راه ما ضفتش الماء نهائيا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين. كيجي تبارك الله ما شاء الله رائع. غير جربوه وراه غترحموا لي الوالدين على هاد الطريقه هذه. وكما قلت لكم هذاك المزيج ديال المالح والحلو راه كيعطيه واحد المذاق راه ما تخيلوش. ملي تجربوه ضروري انكم تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. كذلك ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده. واللي باقا ما دارتش متابعه وباقي عندها الزائد بالاحمر كليكي عليها اختي وديري متابعه للحساب، ما غاديش تندمي ان شاء الله يا ربي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم واستفدتوا معايا في هذه الوصفه. نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفات قادمه والى الملتقى.